السمسمية من ألذ حلويات مولد النبوي الشريف. النهاردة من نص كيلو من السمسم وكوب سكر عملنا أكتر من كيلو سمسمية في البيت، وكمان مضمونة وكمان إن شاء الله ناجحة معاكي. والمفاجأة إن شاء الله هنعملها النهاردة بدون عسل جلوكوز وبكوباية سكر واحدة. فرحي الأولاد واعملي حلاوة مولد النبوي في البيت. عايزة بس أقولكوا إن ده تاني نوع نعمله من حلاوة مولد النبوي. احنا عملنا اول نوع اللي هو الدومية او الملبن الاحمر مع بعض، هتلاقوه موجود على القناة. يلا بينا كده نسمي الله ونصلي على المصطفى الحبيب ونبتدي نشوف وصفاتنا معانا ايه. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم اشعار وصفاتي الجديدة. ما تنسوش كمان تعملوا لايك للفيديو وتقولوا لنا رايكم تحت في الكومنتات. يلا بينا. اول حاجة هعملها هجيب صاج او صينية عشان ابقى افرد عليها الحلاوة بتاعتي او افرد عليها السمسمية. هحط نقطة زيت بس علشان اثبت ورق الزبدة متقعدش تتحرك مني وانا بفرد. وهبدأ ان انا اثبت ورقة الزبدة كويس من الاطراف ومن كل الجناب. وبعدين هضيف نقطة زيت عشان لما اجي افرد اعمل طبقة عازلة بين الورق والسمسم. هجهز نص كيلو من السمسم اذا كان الابيض او اللي واخد لون. اهم حاجة بس ان انا عايزة ادفيه على النار حتى لو كان ابيض او متحمص بالطريقة دي باللون ده، يعني لازم احطه على النار لحد ما يدفى. اول ما امسكه بايدي كده واستحمل درجة الحرارة لان هو لازم يتحط على العسل اللي احنا هنعمله، لازم يبقى دافي علشان ما يتكلكعش مع بعضه. هبدأ بقى احضر العسل. هجيب طاسة كبيرة او وok كبير عميقة يعني، وهنزل بكوباية من السكر عليها كوباية من المية. النص كيلو مكسرات بياخد كوباية سكر وكوباية مية. هدوب بقى السكر وهحطه على نار هادية. زي ما اتفقنا احنا لازم نحطه على نار هادية عشان لو على نار عالية هيتلسع منك وهيمرر معاكي السمسمية. واول ما نوصل للمرحلة دي هنبدأ ان احنا نحط المادة الحافظة بتاعتنا اللي هي ربع معلقة من ملح الليمون. وبعدين هقلب. واحنا عرفنا تعودنا مع بعض من الفيديو اللي فات ازاي نعمل الاختبار بتاع التسوية. هنجيب كوباية مية تكون ساقعة من التلاجة ونحط فيها نقطة. هنعرف منين هو استوى بقى لحد ما تكور معانا وتمط كده وتعمل كرة ناعمة. لكن طول ما هي سايبة بالطريقة اللي انتم شايفينها دي هو كده لسه مستويش. لحد ما نوصل للمرحلة دي يبقى هو كده استوى معانا. انتوا شايفينه اصلا بان عليه اصلا ان هو استوى ازاي او ان هو بقى تقيل اوي وماسك في بعضه. هبدا بقى ان انا احط اي منكهات انا عايزه احطها، يا اما ماء ورد يا اما فانيليا. بس دي انا لقيتها اطعم بالفانيليا، طعمها حلو بالفانيليا. هديها برضو تقريبا. انا كده شلتها من على النار. هضيفها بعد ما اشيلها من على النار بعد ما اتاكد ان هو استوى. عملت اختبار الكرة اللي انا قلت لكم عليه. هبدا بقى انزل بالسمسم واديهم تقليبه ونميكس مع بعض كده لحد ما اغلف السكر لحد ما اغلف السمسم بالعسل ده كله. ولحد كمان ما تمسك مع بعض بالطريقه اللي انتم شايفينها دي. شايفين ماسكه مع بعضها ازاي؟ تمسكيها تتشكل في ايدك كده. هجيب بقى الصينيه او الصاج اللي انا حطيت عليه ورق الزبده وهنزل بالسمسم. وبعد ما انزل بالسمسم بصوا، يعني انا جربت الاسباتيولا دهنتها زيت والكوبايه وعملت حاجات كتير جدا عشان اقدر افردها فيها. مفيش اي حاجه نفعت معايا غير ايدي، حتى ايدي ما دهنتهاش زيت. فانتي استخدمي ايدك اسهل، افرديها بالطريقه دي كده زي ما انت شايفاها. ولازم قبل ما نسيبها عشان تشد لازم نقطعها بالسكينة عشان لو نشفت وشدت مش هنعرف نقطعها ومش هنعرف نتحكم فيها او هتبقى صعبة يعني في التقطيع. هقطعها واسيبها قيمة 6 7 8 10 ساعات، ليلة كاملة يوم كامل في الهواء الطلق كده. ما ادخلهاش او ما عينهاش على طول، هسيبها لحد ما تجمد. وبعدين هرجع اقلبها واشيل ورق الزبده. ورق الزبده سهل، ممكن تستخدمي كيس تلاجة بس هيبقى صعب شويه. يبقى صعب شويه في ان انت تفصليهم من على بعض، يعني تفصليهم عن بعض. وبس الوصفه خلصت. شايفين سهله ازاي؟ كوبايه دقيق، كوبايه سكر، كوبايه ميه، هدوبهم على النار. انا هما ياخدوا تقليب كويس، يعني ممكن ياخدوا مثلا تقليب نص ساعه تقليب. بس تمام مفيش مشكله. هي بتاخد بس يعني رخامتها وتتها في التقليب. لو عندك عسل جلوكوز اصلا هتبقى اسهل من كده. ممكن بقى تقطعيها كمان صوابع زي ما انا ما قطعتها كده عشان يبقى شكلها منظم كده وشكلها حلو، بحيث اللي ياخد واحده ياخدها قطمه 2 3 بس على كده. بس وصفه خلصت يا جماعه. صدقوني حلويات مولد النبي كلها طلعت سهله جدا جدا جدا. اتمنى ان انتوا تتابعونا واتمنى ان انتوا السنه دي تعملوها في البيت لان هي غاليه جدا بره. شايفين الحلاوه؟ ده كل الصينيه دي بسم الله ما شاء الله. يعني انت لو وزنتيها هتعملها 2 كيلو الا ربع. يعني بسم الله ما شاء الله بنص كيلو سمسم عملت 2 كيلو الا ربع حلاوه. هتوفري ومضمونه وحلوه. وطالما انت عرفت الطريقه هتبقى تحت ايدك. كل ما تبقى نفسك رايحه لها او الولاد نفسهم رايحه لها تعمليها في البيت.
اتمنى انتوا تجربوا الوصفه وتسيفوها وتعملوها وتبعتوا لنا تطبيقاتكم على جروبنا على الفيسبوك. هنتقابل ان شاء الله على خير فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش تصلوا على النبي، وباي.